وصفة اليوم ميلفاي. شكون ما يحبش ايه الميلفاي؟ انا ما كنتش نحبه، وليت نحبه كي تغربت، الله اعلم علاش. يمكن كي معناتها كي تنقصك حاجه تولي تميل لها هكا وتعجبك. دونك الوصفه ياسر مزيانه، الكريمه ياسر ناجحه 100%. بالنسبه للبات لهنا ما استعملتش بات معناتها في الدار، خذيتها حاضره، تجي كعبه هشوشه على الاخر، بنينه بنينه تهبل وناجحه 100%. باش نستحقوا 3 أصفر عظم. دونك العظم ديما يكون بحرارة الغرفة، كيما ديما نوصيه ونقولوا راهو العظم لازم يكون بحرارة الغرفة. دونك نصفي الأبيض من الأصفر. هذايا ماهيش افيكاس حتى طرف، ماهيش عملية حتى طرف. دونك نحطوا إطرة حليب عليهم، نصبوا عليهم الاصفر نتاع العظم هذيك، ردوا بكم تحطوا الابيض سينو يجمد لنا الكريمه ما تجيش بنينه. مغرفه كبيره نتاع سكر فاني و9 مغارف سكر عادي. دونك تو نحطو 5 مغارف كبار متاع نشاي، يكونوا كبار معبين معناتها متاع ماكلة، مغرفة أسوب. نحطو النشاي متاعنا، نخلطوه مليح مليح لطون يتحل الخليط الكل مع بعضه. لهنا بطبيعة الحال الأصفر متاع العظام ما يتحلش بسهولة في الحليب، يكون بارد. دونك نعمل له ضربة بالباتور، وتو نحطهم على نار هادية هادية النار، نقص فيها على الاخر، مش ناقصه بالكل اما متوسطه كالفابل. دونك كي تطيب لنا الكريمه متاعنا باش تطيب بالكدا، خاطر نشي راهو يقلق ويعمل الغاز ينفخ من بعد كي يبدا مش طايب. ونحطو 50 غرام زبده كيف الكريمه تطيب في الاخر بالكل، ما نخليوش الكريمه تطيب برشا سينو راهي تولي جاريه. وفي الاخر بالكل حطيت مغرفه تاع سكر فاني باش نحينا تنقص لنا مطعم العظم. دونك لهنا الكريمه طابت، نفرحها في صحفه وديريكتومون نغطيها بابي سيلوفان باش متعملش الجلده هذيك وتشيح وتفسد لنا. دونك ديريكت وهي سخونه نغطيها، ما نخلي حتى كوان هكا يدخل له الهواء. نحاول معناتها نثبت الاماكن الكل معناتها الكوانات الكل باش تتغطى مليح مليح، ونخليها تبرد شوي في الكوجينه، وبعد نحطها في الفريجيدير تبرد لي مليح مليح. هنا جبت البابي البات فويتي حاضره، شريتها حاضره من ليدل موجوده. دونك باش نعملها ضربه صغيره بالقلقال، نحلها بالطول، ما نكثرش في العرض معناتها سيبون العرض هذاك دوبه منحلو دوبه شوي شوي، ونخليه معناتها باهي العرض هذاك. دونك نكمل الكعبات الكل. انا عملت كميه هايله معناتها لهنا نتاع كيلو، خديت كيلو من البات فويتي، خديت 2 باكوات. دونك نقبوها مليح مليح بالفرشيطه، سينو بهذي بالآلة هذي ما نعرفش شنو اسمها، نقب البات نتاعنا معناتها اسرع، بطريقه اسرع وارتح، تقعدش توسع في بالك بالفرشيطه. سينو ما عندكش كامل بالفرشيطه وكهو، خاطر يلزمو يتنقب بالكدا البات، سينو تاع الفوق تطلع وما تجيكش معناتها كيما البات نتاع الملفاي. بالنسبه هذيا اللي نقب بها، حاولوا وصلوها للاخر معناتها، سينو راهي تبقى مسكره من الشيره الاخرى وتتنفخ لك في الفور كيما هكا بالضبط. دونك تقلبوها وتحاولوا تنقبوها الكل. لهنا باش نعمل الجلاساج بتاعي، حطيت سكر محور، سكر ناعم معناتها، ونصب عليه بشوي بشوي الحليب، راهو فيسع فيسع ما يذوب. كان ذيب لك زيد سكر، اما ديما اعمل حساب انه ينجم يكون ما بقاش عندك سكر ولا عندك كميه صغيره. دونك دو بريفيرونس تعمل عينك في ميزانك. لهنا جبت الكريمه من الفريجيدير ديجا بردت، ما خليتهاش بردت برشا، جوست ساعه، وخدمتها بالباتور بالكدا بالكدا باش تولي هكا كريمه متجانسه. هذوما الكعبات بعد لا حطيتهم في الفور على 180 درجه لمده 10 دقائق، وانتي عينك ميزانك مع الفور نتاعك مازالوا سخونين لهنا. دونك حطيت الاولانيه بالكل، هما ديما 3 طبقات بالنسبه للميلفوي. الطبقه الاولانيه تحطها وتحط عليها الكريمه نتاعك، شفتوها البات كيفاش تجي هكاكا. واذا كان شفتها لاحظتها انها هي طلعت شويه في الفور، حط عليها طبق حديد باش تهبط لوطه، سينو ما تجيكش باهيه راه. دونك نكمل الطبقه الثانيه تاع الكريمه. الكريمه ياسر بنينه بنينه على الاخر، دونك تنجم تاكلها معناتها هكاكا وحدها. دونك وحطيت الاخرانيه ما نحطوش الكريمه بطبيعه الحال، باش نحطوا الجلاساج نتاعنا. الجلاساج لهنا ما عملتش انا كراميل، خليت جوست سكر فاني ايش اسمه هذا، سكر جلاس، سكر جلاس، سكر محور، وعملت عليه من فوق شوكولاته.
دونك حاولوا خليه يكون ما يكونش ليكيد، سينو ما يعطيكش حتى نتيجة مزيانة. دونك الشوكولاتة ذوبتها شوية في الميكرووند، حطيتها في ساشي غذائي، ونعملوا خطوط هكا بطريقة عشوائية. الساشي ما حليتهاش بالكدا، على ذلك ما حبش تخرج لي الشوكولاته في الوحده هذه. اما في الثانيه حليت بالكدا النقبه منين يخرج الشوكولاته باش تعطي منظر مزيان. دونك هذه الفاسون الجينيرال معناتها نتاع الميلفوي اللي تشريه من الشارع، يبدا هكا وبيان يبدا كراميليزي هكا زاد مزيان وبنين. دونك نحط نقصوا الاحراف هذوكم بطبيعه الحال ما يطيشوش يتاكلوا، اما باش تكون هكا الكعبه مرطوبه ومزيانه نحاولوا نقصوا من الاحراف. بالنسبه للجناب حاول نحي كان البلايص اللي ماهيش مستويه، هذيك اللي عملتها كعبتين كبار. دونك باش نكمل بقيه البات اللي عندي بطبيعه الحال هنا نخدم وميم طون الاخرين معناتها يطيبوا في الفور. شو ما احلاهم جاو دوري على الاخر مزيانين على الاخر وفيهم التقرميشه، خير من يجي ابيض حتى الطياب يبدا ناقص الطياب كيبدا ابيض راه. اذا بيكم خليه يتكحمط شويه هكا في الفور. دونك حطيت الاخرانيه جاتني من اللوطه مستويه مش مقاوسه هكا، وليت حطيت الطبقه اللوطانيه من الفوق. حاولوا نرصوا عليهم بشويه بشويه، ما تبديش تنزل سينو الحشو نتاع الكريمه يخرج من الجناب، دوب بشويه. لهنا زدت راني كميه السكر محور خاطر ما كفتنيش، دونك زدت شويه بطبيعه الحال انت عينك ميزانك. ونحط عليها الشوكولا، شوكولا نتاع تطيب لهنا معناتها الطويبعه الكبيره عندي، ذوبها بشويه حليب في الميكرووند وتخرجها. دونك بكور دون نعملوا الخطوط هذوكم من مزيانين الكلاسيكيه نتاع الميلفوي كيما اللي يتباع معناتها. دونك نكمل نقص الاحراف، جات ياسر بنينه الميلفوي بنين على الاخر. الكوجينه سخونه معناتها في الشتا ديما سخونه، ما شدتليش القوام بتاعو معناتها فيسع ما ذابت الكريمه. اما بالنسبه لتونس تشد معناتها بطبيعه الحال. دونك تعمل كعيبات كيما هكا في رمضان جاي للسهريه تحضرهم العشيه حاجه هبال. دونك قصيت هذوما على 4 كعبات، جاوب لي 4 كعبات كيما تحب انتي التاي معناتها، تحب كبار تحب صغار اللي يظهر لك. كما تنجم تعمل بات فويتي في الدار. لهنا هذايا الشكل النهائي نتاع كعبات الميلفوي مزيانين وبنين، سورتو بنين على الاخر. الكريمه جات ياسر بنينه والبات ياسر حلوه. كما قلت البات موجوده في ليدل، باكو هكا اورانجي على ما اظن، فيه ظهر لي 500 غرام وفما لي فيه كيلو. معناتها انت شنو تحب وانت شنو تستحق. هذا من داخل وعلى جنب ياسر بنينه، البات ياسر بنينه ناجحه على الاخر. اي سورتو كي تنقبها مليح راهي اذا كان تجيك منفشه ما تعطيش، ما تجيش بنينه كما الميلفوي معناتها المعروف عليه المطعم تاعو. دونك فما دي زاستيوس سامبل اما مهمين على الاخر باش تجيك تعطيك ريزولتا مزيانه وتجيك الحاجه بنينه على الاخر. دونك هذايا الشكل النهائي. كما قلنا رمضان جاي بقدرة الله، تعمل كعيبات هكا للسهرية حاجة روعة. وفي الدار سورتو توا تعمل حاجة في الدار هكا اقتصادية ما فيهاش برشا حاجات معناتها خيالية. كما تنجم تستعمل الكريمة العادية متاعنا معناتها اللي تتباع، نحن لهنا ما تتباعش عنا دونك نعملوها في الدار. كما تنجم تطيبها. دونك لهنا جيب لي ظهر لي 12 كعبة، جيب لي جاني بزيد الميلفوي طيح لي بالكدا. دونك هذه وصفة اليوم، ان شاء الله تعجبكم تجربوها وتعملوا لي فيدباك ان شاء الله بقدرة ربي. لهنا باش نقص الكعبة شوفوا محلاها، لا خرج الحشو على الجناب ولا تكسرت تلمو البات هشوشة ماهيش يابسة. اذا كان خرج الحشو منها راي البات يابسة. دونك اشترك في القناة وبسلامة.